مرحبا بكم. نبدأ النهاردة تاني حلقة سريعة في حلقات سلسلة حلقات مفاتيح وحي الكلمة اللي احنا بنتكلم فيها ازاي بنجيب اللفظة ونحطها ونكتب المدلولات بتاعتها. بنجيب الرسمة ونكتب الرسمة، نشوف الرسمة دي بتقول ايه ونيجي كاتبينها، كاتبين الرسمة نفسها، الرسمة بتنطق ايه وبالتالي نكتبها تطلع المدلولة الكلمة. هنشوف النهاردة مع بعض الأمر ده ماشي ازاي. نبدأ. يعني لو احنا جينا على اللفظة الحرف دوت اللي احنا قلنا عليه شكل العصاية دوت، احنا كتبناه المرة اللي فاتت وعرفة مدلوله اللي هو بينطق اسم الأزير، الرب، الإله. اللي عليه الماوس دوت الحرف ده احنا نكتبه تاني ونشوفه قول ايه. هو هنا في الترجمات بيقول، هو ما تنسيش ان هو يعني هنا اكيد النجمة اللي حطها دي مهمة قوي. النجمة دي شكل مخصص رائع هينفعنا في لما يجي يتكلم على المعلومات دي، العلم والتعليم والتدريب وكل ده كده يعني. هو هنا حط كلمة جاب ضريبة لما شاف شكل اليد اللي هي معمولة فيها القوة دي، لكن احنا لما نوصل لها ونكتبها وبتاع هنلاقيها جميلة ومش طالعة بعيد عن المعلومات بتاعت علمها ورب ودربها. لكن هو اللي خلاه يروح جابها ضريبة الشكل الإيد ديت يعني. لكن عموما هو هنا لما كتب تاني وحط النجمة، اللفظه ديت الطائر النسر ده جميل ملوش علاقه خالص، ما فيش اختلاف. ان شاء الله الحلقه اللي جايه او اللي بعدها هنكتب طائر النسر وهنرجع لدي تاني وهنلاقيه ماشي معاها في نفس الكلام، نفس العلامه، نفس الوضع، طائر النسر يعني. النجمه المخصص النجمه ماشي معاها على طول، ماشي معاها على طول النجمه ديت في حلم في كلمه علمها ودربها وهكذا. ولما كمل تاني حط النجمه ديت وحط تحتها كتاب، وحط النجمة برضو هنا بالشكل دوت، والنجمة مع الكتاب، والعلامة دي هنكتبها النهاردة إن شاء الله، هنكتبها النهاردة ونعرف هي بتنطق إيه. وقال ده تلميذ وتعليم وتمرين وتوجيه وتربية. فإحنا النهاردة بنتكلم في مجموعة كلمات بسرعة هي عشان نشوفها مع بعض. هو بيتكلم في حاجة اسمها علمة وربى ووجهة ودربة وتعليم وتلميذ وتمرين وتربية. ديت الاتجاه اللي هو ماشي فيه. بالنسبه لللفظه ديت، اللفظه ديت بالشكل ده هي رايحه معاها في الاتجاه ده. هو مستوعب من طريقه وضع الكلمه ديت عبر النصوص بالاشاره ديت انها بتقول المجموعه دي. يعني هو طالع بالمعلومه ديت. يعني هنا برضو جايه نفس الكلام، هي نفس الوضع، زاد عليها بس الحرفين دولت اللي شكل الرشتين دولت برضو مش رايحين بعيد، هنعرفهم ان شاء الله. ومعنى الكلمه ديت هنقراها دلوقتي مع بعض. بيقول لك تعليم، ارشاد، تدريب، تربيه، تعليم، حكمه، فنون، علوم، الكتب، مذهب، عقاب، كل ده رايح في نفس الاتجاه. هنقراها دلوقتي مع بعض بس احنا بنحاول نشبع منها هنا في الجاردنر. نفس الكلام، رجل حكيم ومعلم ومرشد وتوجيه وتعليم وارشاد وفنون ومعلم، كل الكلام ده ماشي في نفس الايه، شكل الحرف ده مع النجمه بشكل اساسي. والكتاب وهذه الايه الكلمات هنشوف موضوع الكتاب ده عباره عن ايه دلوقتي. يعني ماشي في نفس الايه الاتجاه ده. نيجي بسرعه كده عشان نعمل عمليه تطبيق سريعه للمعلومات اللي احنا قلنا عليها. انا هكتب هنا العلامه ديت اللي احنا قلنا انها بتنطق بالشكل ده، اسم، ادي الاي وادي السين وادي الميم، اسم الاوزير. ديت حرف ازاي اللي انا كتبته بشكل مشخبط شويه ده، الاوزير، الرب، الاي وادي اللام وادي اله. العلامه ديت لو جينا نشوفها عباره عن ايه، هو لما جه حط مخصص الكتاب عموما، مخصص الكتاب واضح خالص. ادي الكاف، ادي الكاف، وادي الت، وادي الالف، كتاب، وادي الباء، ده حرف الباء، كتاب. وممكن تبقى لو كبرناها شويه تبقى كتابات، ادي الالف المد وادي الت الاخرانيه، كتابات. كي، ادي كي، تاء ت، الف ب، الف ت، كتابات، كتابات. العلامه دهيت هنسجلها مع بعض، العلامه دي هنسجلها مع بعض دلوقتي لانها هتيجي كتير معانا. العلامه ديت اسمها السجل، اي
السجل. ادي حرف الاي، وادي حرف السين، وادي حرف الجيم، وادي حرف اللام. السجل. يبقى هنسجل العلامه دهيت، العلامه دي اسمها ايه؟ السجل. هنعرفها بعدين انها السجل، بس هنسجلها دلوقتي مع بعض عشان العلامه اللي تمر علينا عايزين نطلعها ونكتبها ونسجلها، ونشوف استعماله ليها بعد كده بيتكلم في ايه في الكتابه والتسجيل والتدوين والكلام ده. كانت الامه دي امه مثقفه وامه رائعه وامه في منتهى الجمال. نكتب تاني الكلمه بشكل واضح شويه. ادي الاله، ادي حرف الواو اللي انا بكتبه او زير، ادي الزين، وادي اليه، وادي الراء، الراب، ادي الب، وادي الاله في الاخر، وادي اله. ده بالشكل ده بسريع الاسم هو مكتوب. لو كان بيتكلم على، اسف ده حرف السين، اسم، اسف ده حرف السين اللي هو مشخبط ده شويه، ده السين اللي هو نص الرغيف ده يعني. قلنا كتابات، يبقى هو لو جه في الحته ديت وقال كتاب او كتابات وراح جاي حاطط تحتها المخصص ده كده، انا عارف ان هو بيتكلم في كتاب او كتابات. يبقى المخصص ده سواء كان بالشكل الافقي ده او بالشكل الرأسي بتاعه عمله كده، هو رايح في نفس المعنى في نفس الاتجاه. ده كتاب او كتابات. الحقيقه ان المخصص ده فاضل له حته صغيره، فاضل له يعني حرفين ثلاثه كمان عشان يطلع بالمعنى الوافي بتاعه، لان المخصص ده جميل جدا ومهم قوي. لكن احنا في الوقت الحالي هنفهم المخصص دوت كتاب او كتابات لغايه دلوقتي بالشكل ده. وممكن يجيبوا جنب إله أو بتاع أو ما شابه بيقصد بيها إن هو راجل عظيم. ده حرف العين وأدي الضاد وأدي الميم. عظيم يعني ممكن من هنا كده تبقى عظيم، أو عظمت لو كمل لغاية هنا كده عظمت لو حطوا جنب إله أو بتاع، وتنطق دايما المخصص ده بالشكل ده لو حطوا جنب إله. لكن لو حطوا جنب كتب وتعليم وحاجات زي كده يبقى احنا بنتكلم رايحين فين؟ في مسألة التعليم. لو جه حط مخصص النجمة، لو جه حط مخصص النجمة، النجمة ديت ادي حرف الاي، وادي النون، وادي الجيم، وادي حرف الميم، وادي اله. النجمة واضحة جدا جدا جدا. النجمة ادي الاي، وادي النون، وادي الجيم، وادي الميم، وادي اله. النجمة. النجمة دي بتنطق ايه؟ معلش احنا بنضطر نكتب كتير ونأكد كتير عشان نراجع مع بعض كل حاجة بحاجة. نكتب تاني اسم وزير، ادي الزين، وادي الياء الراء، وادي النون، وادي الرب الب، وادي كلمة الاله اللي في الاخر. هنا بنقول مع بعض ان النجمه اللي هي دي كده، النجمه دي لما يحطها ويروح يتكلم على العلم هنلاقيها بتنطق ايه؟ عين ولام ويه، وادي حرف الميم. عليم، علم. لو كملنا الكلمه تبقى علمنا. علم بادي الميم وادي النون وادي اله. علمنا ده حرف النون وده حرف اله. علمنا. عليم او علمنا او علمنا. يبقى لما يجي عند النجمه مخصص النجمه يبقى احنا رايحين لمعنى كلمه الايه؟ العلم والكلام زي كده. وخصوصا لو حطينا هنا موضوع الايه؟ الكتاب، يبقى انا رايح في كلمه الكتاب ورايح لمساله الايه؟ العلم، خصوصا في مخصص النجمه اللي هو مفروض الكلمه ديت بتاعته. لو جينا نقول ان هل ديت فيها معنى التعليم والتربيه والادب والكلام زي كده، واضح واضح خالص. ادي الادب، ادي الآ، وادي الدال. آداب، آداب، أدي الألف المد وأدي الب. الآداب أو الأدب. الأدب، الأدب. لما يحط لفظ الكتاب جنب الأدب جنب النجمة فأنا فاهم هو رايح في الاتجاه ده، رايح في الكتابة دي، رايح في الاتجاه ده. تعالوا نشوف حاجة كمان. هنكمل مع بعض. هنكتب تاني بشكل واضح. اسم زير، الرب، إله. هنا اما بيجي يتكلم على مسألة أدب، قلنا الأدب موجودة بشكل واضح، الكتاب موجودة بشكل واضح، النجمة موجودة بشكل واضح اللي قالت معنى كلمة العلم، كتابات موجودة عندنا برضو راجعناها بشكل واضح. تربية، بيتكلم على إن الموضوع موضوع فيه تربية. أدي الت،
ت، تا تمدها ماشي، مش هتمدها تبقى ادي الراء. تربي لو هتبقى ديت الف ترا وادي الب، تربي وادي اليه. او تربيه، ربانا، ربانا يعني هو ربانا يعني يعني هو مش ربنا يعني، لا هو اللي ربانا يعني. او لو كلمه تربيه لوحدها موجوده تربيه. يبقى هو دائما لما يجي عند مخصص النجمه اللي هي الكلمه اللي احنا بنعمل عليها دايره ديت، النجمه، يبقى بيقصد بيها كده. لو حط النجمه ديت، لو حط علامه النجمه ديت مع علامه الكتاب، يبقى انا رايح في مساله ان انا بنقرا. هو بيقول لك تعالى هنا ادي كتاب، اكتب كتاب، تيجي كاتب كتاب، كتابات اهيت، كتابات، وكاتب كلمه النجمه اهيت، هتلاقي نفسك مسكت الكلمه. يبقى الرسمه اللي هو بيقولها لنا بيوصفها، هو بيوصف لنا اكتبه ازاي. يعني هو كان بيمسكنا بياخد ايدينا وبيقول لنا تعالوا بوريكم احنا بنكتب ازاي. فراح جاي حاطط الاثنين دول جنب بعض كده، فرحت انا جاي كاتب ايه؟ كتاب، ادي كاف وادي ت وادي الالف وادي الب، كتاب، كتابات اهيت. انا كتبت الراء ديت اللي فوق دي اهيت، انا كتبتها كتابات. والنجمه ديت رحت جاي قال اي الف وادي النون، النجمه اهي، النجمه. فلما كتبت كتابات النجمه طلع معايا نفس الازير ونفس اداني نفس العلامه دي، نفس العلامه اللي انا برسمها ديت اهيت، اللي هو كان حاططها في اول الايه؟ الكتابه، اللي هي العلامه دي. فهو واخدني بيقول لي ايه، اعمل الرسمه ادي ديت وادي ديت. لما كتبتهم ورسمتهم طلعت لي الكلمه نفسها كامله، اللي هي بتدي معنى كلمه ادي الادب وادي العلم وادي كتابات وادي العلوم. واخدني في نفس الاتجاه اللي هو ماشي فيه، اللي هو الادب والعلم والارشاد والتوجيه وما شابه الايه الحروف ديت. يبقى هو ماشي معانا في الاتجاه ده. هنبص على حاجه تانية بشكل سريع كده. هو بيقول هنا ان ده مكان الدرس، مكان الدرس او مكان التعليم او بتاع. احنا قلنا ان احنا كان في بلادنا زمان مكان الدرس ديت كان الكتاب، كتاب. ما كانش عندنا مدارس ولا كده ولا حاجات من دي ولا جامعات ولا بتاع، لكن كان الكتاب اللي هو الكاف، ادي الكاف وادي الت وادي الالف والب. الكتاب ده كان هو المدرسه، كان هو مكان المدرسه. فهو بيتكلم على مكان العلم والتدريس في نفس اللفظه. يعني هو لما جه الجماعه اللي هم حبوا يستنطقوا الكلمه من السياق النصوص، فقال لك مكان الارشاد او غرفه الدرس او الكلام زي كده، فلقاها بنفس المعنى. وماشي معاه يعني كتاب التعليم مكان التدريس، كتاب تعليم، تعليم ادي حرف الت وادي العين وادي اللام وادي اليه وادي الميم، كتاب تعليم. هو ماشي معانا بالشكل الواضح ده. تعالوا نشوف تاني. وبيتكلم على انه نجم الصباح. يعني هي مش وردة قوي، بس هو بيتكلم على هنا نجم وبتاع، لانه لقى الايه. انا هوصل بس الكابل ده بشكل سريع. بيقول نجم اله هنا في الرسمه دي، بيقول نجم اله. ماشي اوكي، هو شاور على النجم وشاور قصاده الاله، فهو عايز يقول نجم اله. احنا شفنا النجم وشفنا كلمه اله في الرسمه واضحه. بيقول ان هو نجم الشعراء. طبعا هم كانوا عارفين يعني ايه الشعراء وعلماء كانوا كبار. نجم الشعراء. هل فعلا هو الرسمه بتاعتنا ديت نجم الشعراء ولا لا؟ احنا كلمه النجم عندنا موجوده اهيت، ده كلمه النجم موجوده. طب كلمه الشعراء، ادي حرف الالف وادي حرف الشين وادي حرف العين وادي حرف الراء وادي حرف الياء، الشعراء. فهل هو كان كان نجم الشعراء؟ كان نجم الشعراء، كان نجم الشعراء. مفيش كلام فيها، واضحه وصريحه. كوكب المريخ، هل هو كوكب مريخ؟ يعني هنراجعها نلاقيها موجوده. زحل موجوده بشكل واضح، زحل والمريخ. الكواكب ديت موجوده في نفس الاسم، وهو ده الغريب يعني. الكواكب موجوده في نفس الاسم. يعني زحل، ادي حرف الزين وادي حرف الحاء وادي حرف اللام، زحل. يعني ما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله. احنا عايزين نكتب تاني الاسم بسرعه عشان يبقى واضح معانا. ادي اسم، ادي حرف الالف وادي الواو
وادي حرف الزين، وادي حرف الراء، وده اللي انا برسمه ده الب، وهنا الاله. نشوف تاني هو مستنطقه وهو ماشي بيدرس الكلمة في سياق النصوص اللي عنده، لقاه بيقول ايه بسرعة كده. هو قال عليه نجم القارب هنا في الرسمة ديت عشان رسم قارب، عشان رسم قارب في الآخر، وهو كلمة القارب موجودة عندنا بشكل واضح برضو وصريح في الكلمة. لو حبينا نروح لكلمة القارب، ادي الهمزة وادي الراء وادي الالف والباء، قارب يعني دي قارب ماشي، بس هو احنا مش عايزينها دلوقتي في السياق ده، دلوقتي هنجيلها بعدين كلمة القارب ديت، بس في سياقها يعني. لكن احنا النهارده في موضوع تاني شويه. نجم الصباح برضو مش يعني مش العدو بتاع موجوده الكلمه، لكن والشر والكلام ده هنجيلها برضو، احنا بنتكلم على الشيطان والشر والكلام ده هنجيلها. لكن انا عايزين نقف هنا في حته ان هو الاله التمساح. هو هنا في الصفحه ديت قال ده اسمه الاله التمساح. هل هو الاله التمساح ولا لا؟ هنشوف بشكل سريع. وهو كرر برضو كلمه اله التمساح تاني، عايزين نجيلها هنا. طبعا هو بيتكلم على مسافر ورحال وبتاع كل الكلام ده، يعني هيبقى واضح، بس عشان في كلمات بعدها هتكمل كلمة الرحلة والمسافر في بقية المنطوق. بس احنا عايزين نروح لكلمة الإله التمساح، كررها تاني جابها هنا اهوت، الإله التمساح ورسمه بشكل واضح قوي. هنروح لموضوع الإله التمساح نشوفه جاي ازاي معاه. هو احنا لو كتبنا كلمة التمساح، ادي الألف وادي الت وادي الميم، التي مي، مي يه مد يعني، وبعدين دي السين، تمساح، التمساح. فهو مش بيقول لك اكتب، يعني مفيش حاجه اسمها الاله التمساح، هو رسم التمساح عشان انت تكتب ايه التمساح. وبعدين بما انه راسم جنبه اله، تيجي تخلص كلمه التمساح اللي هي دي وتكتب اله رب، تيجي كاتب اله رب جنب التمساح، يطلع العلامه دي. فالعلامه دي اللي هو حطها في الاول معناها التمساح، الاله الرب. فهو حط رسم التمساح ورسم جنبها اله عشان تيجي قايل كده التمساح اكتب. احنا بنستنطق اللفظه، هم كانوا مصريين زي انا وانت ما بنتكلم. فرسم التمساح تيجي كاتب التمساح، ورسم الاله تيجي كاتب الاله الرب، يطلع اللفظه اللي هو قصدها، اللي هي شكل الايه ديت اللي احنا قلنا عليها بتنطق الاله الأزير. ده كان شكل واضح جدا وجميل استخراج الكلمه من داخل الرسمه. احنا بنحاول نكتب الكلمه من داخل الرسمه ديت، الطريقه اللي احنا شغالين بيها. نحط الرسمه زي التمساح، ونحط الاله الرب، يطلع اللفظه اللي احنا عايزينها. نحط الكتابات، لفظ كلمه كتابات او الكتاب، نحط شكل الكتاب نكتب كتابات، ونكتب النجمه كتابات، كتاب او كتابات النجمه، تيجي طالعه شكل الرسمه اللي احنا عايزينها. دي طريقتنا في استنطاق الرسم عشان نحوله الى مدلول كتابي، مع افتراض الابجديه اللي احنا حطيناها مع بعض. الابجديه اللي احنا حطيناها مع بعض ان في حرف شكل اسنان المنشار بيتكلم في 3 حروف رئيسيه، نون لام راء. في حرف شكل المربع بينطق 4 حروف رئيسيه، باء ماء فاء واء، كلها من مخرج واحد، زي النو لا راء كلها من مخرج واحد. في حرف شكل نص رغيف بينطق تاء من هنا من طرف الفم، تاء دا، تاء دا ضا، كله مكان واحد، ثاء ظاء ثاء، كل مكان واحد بيحتمل كل الحروف ديت. وليه هذه الفلسفه في الكتابه؟ شكل حرف الفم حرف حلقي ينطق من هنا ا ق جا ع ها، كل ده من مكان واحد في الحلق. وبالتالي دي مجموعه 4 رسومات رئيسيه شكلت ازاي نقرا الكلمات. حطينا مجموعه الفرضيه، حطينا مجموعه الحروف الفرضيه، وبدانا نكتب الرسمه. نكتب الرسمه تقوم تطلع المدلول. يعني لما حط الكتاب والنجمه زي ما حط التمساح والاله، الاثنين ادونا الحرف اللي بينطق الاله الازير الرب، اللي هو شكل العصايه العوجايه. مفيش خلل في الموضوع، يعني اللي طلع دي هو اللي طلع دي، اللي حط ده هو اللي حط ده. لما الحلقه اللي قبل كده طلعنا ابو صير من نفس الرسمه، طلعنا صفت الحنه اسم بلد من نفس المدلول، طلعنا بيت لايموس من نفس المدلول ونفس الرسمه، هو اللي طلعنا منها النهارده كتابات العلم من الكتاب والنجمة، هو اللي طلعنا منها النهاردة التمساح والإله. حاجة جميلة.
إن شاء الله نكمّل ونعمل شغل كويس ونشوف إحنا رايحين لغاية فين. شكرًا لكم.